بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معنا رؤيا عجيبة، سبحان الله، رؤيا عجيبة سيرويها أخ عماني يتكلم هو بصوته عن قصته مع هذه الرؤيا والاستغفار إن شاء الله. لكن في هناك ملاحظة إن شاء الله نبدأ نلاحظ. نسمع قصص مش قصة، هو الموضوع فيه عدة قصص. هذه رسالة في إبطال سحر، في قصص للمستغفرين ماذا وجدوا، قصص جميلة الحمد لله رب العالمين. بدي أنبه كلام مهم. الأخ محمد إبراهيم السوداني وصاحب قناة ذا تروث، هذا الأخ معنا، هو منا ونحن منه. نعم، هذا الأخ أنا أنصح بمتابعته طبعا. هذا الأخ يعني عاش اللحظة، عاش يتكلم مما عاش، لا يتكلم من تنظير، فهو عاش وقطف ثمار، وله قصة مع الاستغفار ومع سورة البقرة، وعاش مع الصلاة على رسول الله. يعني علما إني عندي أنا درس عن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بالصيغة الإبراهيمية، نزلته كتب محمد حجازي والصلاة الإبراهيمية، وهناك في درس فصلت فيه الفرق بين الصلاة على رسول الله والاستغفار من ناحية الهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب، قال أجعل كل صلاتي لك يا رسول الله؟ قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وفي الاستغفار من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هناك درس، اكتب على جوجل على اليوتيوب محمد حجازي الاستغفار وسورة البقرة، الفرق بين الهم بالصلاة على رسول الله والاستغفار، سيطلع بخرج لك الدرس. وكل كلمة بتسمعها مني غريبة مقايضة، مثلا اكتب محمد حجازي، لأنه العنوان محمد حجازي استغفار سورة البقرة المقايضة، هكذا. أقفال سورة البقرة الأربعة، محمد حجازي الاستغفار وسورة البقرة المقايضة، أو سورة البقرة القفل الأول، القفل الثاني، القفل الثالث، القفل الرابع، كلها مفصلة عشرات الحلقات. طيب احنا رقمنا الحلقات إن شاء الله، يعني اليوم احنا وصلنا تقريبا 104 حلقات، 104 قصص تقريبا، لكن القناة فيها أكثر من 1200 حلقة. لكن احنا عشان العناوين متشابهة بدأت يعني أرقمها تكون أسهل، فبصير المتابع أو صاحب القصة يقول أنا قصتي رقم 80 أو 90 أو 91 وهكذا، بتصير أسهل عليه إنه يقول للإخوة ابحثوا عن قصتي رقمها 90 مثلا، أو إنه يريد قصة رقم 90، أفضل من إنه العنوان، لأنه العنوان تتشابه. كل كلامنا عن الاستغفار وسورة البقرة، فهناك أكثر من 900 حلقة عن الاستغفار لوحده فصلنا، والفضل لله كله لله. وسورة البقرة تقريبا 500 حلقة، هناك حلقات مشتركة طبعا بين الاستغفار وسورة البقرة والصلاة على رسول الله، وهذا الأمر. فهناك بعض الإخوة كما قلت وبينت انه بينصحوا انك تعود الى الحلقات القديمة جدا، لكن هناك انا ذكرت بعض المواضيع في احداث اخر الزمان ارميها وراء ظهرك، وكل كلام انا زكيت فيه اي شخص باحداث اخر الزمان ارمي وراء ظهرك. فانا قد غسلت يدي من هذا الموضوع، الحمد لله رب العالمين، ساقنا الله للاستغفار، والحمد لله رب العالمين. الاستغفار هو رحمة الله، وكل ما نبحث عنه هو الاستغفار، هو رحمة الله، والله سيرحمنا، والتمكين سيكون في الاستغفار إن شاء الله. ليش؟ لأنه الله جل في علاه يقول لبني إسرائيل في سورة الإسراء وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وهذا ظاهر تراه في أم عينيك في وقتنا هذا، في زماننا هذا العلو ما كان ليكون إلا لأنه آية من آيات الله جل في علاه، لتعلن علوا كبيرا، ولكن المدد كان من الله جل في علاه. وكذلك قال لنا نحن في سورة نوح يا مسلمين يا مستغفرين، التمكين يأتي بالاستغفار، فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم، فهمت؟ ويمددكم بأموال وبنين. مشروط مددنا والتمكين لنا بالاستغفار،
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الله جل في علاه بيعاتبك، يقول لك لماذا لا تعظم ما أقول لك؟ الزم الاستغفار بالليل والنهار. الاستغفار لا تشبهه أي عبادة، لا تشبهه أي عبادة، وثمار الاستغفار أكبر من كل العبادات. ثمار مش معناها ما بتصليش وبتستغفر، ولها ثمرة، لأنه كانت عندنا هناك أخت نصرانية، هي أسلمت طبعا بفضل الله من الاستغفار، لازمت الاستغفار وهي على النصرانية، انقلبت حياتها فاعتنقت الإسلام. فالاستغفار وعد من وعد الله، مش مشروط بالشيء، فقد استغفر والزم الاستغفار، لكن إياك أن يكون من باب الاستدراج. الله يرضى عليك ويفتح عليك. ونسمع الرؤية الجميلة جدا، سبحان الله، الله أكبر. يعني شخص لا يعرفني، لا يعرفني ولا أعرفه، من عمان، سلطنة عمان. نعم، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما يعني تناكر منها اختلف، أظن هيك الحديث، والله أعلى وأعلم. فالأرواح جنود مجندة، والرؤى من الحق. رؤيا المؤمن تكاد يعني تكون جزء من 46 جزء من النبوة، وهي من المبشرات. نعم، نستأنس بها والحمد لله رب العالمين. فأصدقكم رؤى أصدقكم حديثا، فإن هذا الشاب تحققت رؤياه فأقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أصدقكم رؤى أصدقكم حديثا. فيشهد الله، يشهد لك رسول الله إنك صادق إذا تحققت رؤيتك ورأيت ما رأيت. فإن شاء الله نسمع القصة ونستمر مع قصص آخرين. في هناك أخت مغربية يعني تحمد الله كثيرا على أن الله أبطل لها عنها وعن زوجها أسحار، ونسمعهم إن شاء الله. جزاكم الله خير. طبعا قصص المستغفرين، روابط القنوات كلها موجودة في التعليق الأول. ادخلوا جماعة، ادخلوا انشروا هذا الكلام يا جماعة. الأمي في ذيل الأمم لا تقوم لنا قائمة إذا أنت بدك تحفظ الإشي لنفسك. أنت ما بلغت، لا يستجيب الله لك إذا لا تبلغ، إذا لا تأمر الناس بالمعروف لا تنهى عن منكر، تصبح مرآة لدين الله، تعبد الله مراقب. ما بينفع انك تستغفر هكذا كأنك بتكبس على هوا. لازم تبدأ تراقب الله، ماذا أعطاني، ماذا فعل، ماذا تغير، لماذا أنا معطل. تتفقد ذنوبك، تتفقد كل شيء، تتفقد الحسنات، تتفقد أمك وأبوك، تتفقد جيرانك، تتفقد كل شيء. هل أنا قاطع الأرحام؟ هل أنا يا عمال أسيء للجيران؟ هل أنا على خلق سيء؟ تفقد. نعم، تفقد كل صغيرة. لا تصر على القد، على نملة لا تصر عليها. أنت مش إله. منتوب، نقبل على الله ونلزم الاستغفار. الموضوع هو أن تعيش الآية، تلزم الاستغفار بالليل والنهار، ولا تجعل الشيطان يوسوس لك. فقط ردد استغفر الله استغفر الله مع توبة وإقبال على الله، وشد حالك وبلغ الناس. إذا وجدت بلش لا يريد أن يسمعوك بلاش. أنت قال لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما. يا أخي تعتذر إلى الله. يا ربي يعني قلت له، سمعتني يا رب، أنا قلت له، حتى لأخوك لأمك لأبوك، يا يما في قصص للمستغفرين اسمعي، لا بدي أسمع ولا بدي خلاص بلغت، بارك الله فيك. بلغت أخوك صاحبك صديقك بالعمل في قصص للمستغفرين عن جد إشي بغير، بديش أسمعك يا الله يرضى عليك حل عنا. بلغت، أنت عمال تدل. ولكن إذا واحد قال لك وين القصص فأعطيه، أمد وبدأ قل له أنا وجدت وأنا أستغفر وأنا بدأت أموري تتغير هكذا إذا الله فتح عليك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وسهلا. معكم ماجد بن سعيد من سلطنة عمان. أنا طبعا مشترك جديد معكم، وهذه أول صوتية معكم. عندي تجربة غريبة وعجيبة سبحان الله. في شهر 8 في تاريخ 5 رأيت رؤية إني كني أفتح باب وفي مخلوقات مثل الجن يعني كذاك، يدينها طويلة ورأسها كبير. أول ما شافوني هربوا، وقريت الفاتحة. ثم شفت رجل جالس جلسة التشهد ورافع كفيه يدعو يعني، بس ما أسمع شيء. وقمت من النوم وتابعت مواقع التواصل ويوتيوب، وشفت موقع يتكلم عن الاستغفار.
تقريبا شاب مصري كذا، ثم قال أنصحكم بمتابعة قناة محمد حجازي راح تستفيدوا منه. فأنا ما أعرف من محمد حجازي، فدخلت وشفت دخلت موقع محمد حجازي، سبحان الله، وشفت إنه هو اللي شفته في الرؤية، اللي محمد حجازي. طبعا هو لما كان يدعو أنا شفته على الجانب، فسبحان الله، يعني هذا شيء يعني عجيب. ثم دخلت في قناة ثانية تابعته، وتابعت قناة ثانية واحد سوداني يتكلم عن الاستغفار، وكرر نفس الكلام، قال أنا نفس الشيء استفدت، أو يوصي إنه تابعوا قناة محمد حجازي. فشفت إن هذه رسالة حالي إني أستغفر. طبعا أنا أمر بظرف، عندي مشكلة تجارية مع صاحبي ووصلنا للمحاكم، وعندي ديون، وكل أملي إني أتوفق وراح تتيسر الأمور. فأنا حبيت أحكي لكم هذه الحكاية حتى يعني أنتظر النتيجة. الحين بديت ب4000 وعلى طول إلى 30,000 من تاريخ 7/8. بديت ب30,000 مرة في اليوم، وما زلت مستمر الحمد لله، 30 إلى 32. وطبعا اليوم اللي بديت فيه الاستغفار أنا في منطقة اسمها العامرات في مسقط. تقريبا قبل شهرين هذه المنطقة أخذت من أشد أماكن حرارة في العالم. فأنا استغربت بعد صلاة المغرب أو قبل صلاة المغرب هطول أمطار يعني، وكنت ما مركز بخصوص الاستغفار إنه لما تكثر من الاستغفار إنه يهطل المطر. بس لما كنت استغفر بعد ما شفت المقاطع وإنه فيه هطول المطر، فربطت هذا بمحمد الحجازي وكلامه عن المطر وبالمطر وبالاستغفار. فأطلب منكم الدعاء، وكل أمل ويقين إني الأمور راح تنفرج وراح تتيسر، ولا تنسونا من صالح الدعاء. بارك الله فيكم. الله يوفقك ويفتح عليك ويقضي عنك دينك ويجعلك يستخدمك لتبلغ آيات عن رسول الله. نعم، هذا الدين يريد رجال، والله يعدكم لهذا الأمر، فاستعدوا إخوتي الكرام. إن شاء الله، إن شاء الله لم يبقى كثير، وسيغير الله، سيغير الله جل في علاه، حتما سيغير بالاستغفار. عندما ترى الناس ماسك المسابح وما تستغفر فأبشر ويمددكم بأموال وبنين. أبشر أخي الكريم، أبشر أخي. نعم، نحضر القصص اللي إن شاء الله باقي القصص. نعم، هنا قصة من المغرب، لكن في كانت قصة لأخت. لحظة شوي، نأخذ القصة الثانية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سمين من المغرب، ثالث مرة شارك معكم يعني إن شاء الله قصة أم الحبيبة الغالية. الله يطول في عمرها يا رب ويخلي أمهات المسلمين أجمعين. والله بشكر كتير الأخت شيماء من جروب العراق على وقتها وطيبة قلبها، إنسانة رائعة ما شاء الله. شكرا الأخت شيماء. وبشكر الأخ محمد الحجازي على النصائح، يا رب الله يطول في عمره إن شاء الله. قصة أمي يعني كانت تعاني من القدمين كتير والله، يعني تخطي خطوة وتجلس قليل، تخطي خطوة وتجلس قليل، كثرة الألم تبكي. ذهبت بها إلى دكتور، تبكي من كثرة الألم، لا تقدر تذهب على القدمين، يعني تذهب في طاكسي لكي تذهب إلى دكتور، لو يكون يعني دكتور قريب. وذهبت وشخص حالتها، قال لها يعني لا تلبسين الحذاء من غير ميديكال، وخرج لها يعني أعطاها يعني دواء، قال خذي هذا الدواء، يعني دواء كتير، ورغم ذلك تشعر بالألم.
حتى في الصلاة لا تقدر أن تصلي واقفة. ما كثرت يعني تحب صلاة الضحى يعني هكذا، وقبل العصر تصلي يعني ركعة، وقبل المغرب أو قبل العشاء إنها تبكي من كثرة الحرق يعني القدمين. وتعاني من قلة النوم، لا تنام. الناس ينامون وأمي يعني مستيقظة في الليل، وتشرك الليل مع النهار. وبفضل الله تعالى سورة البقرة تستيقظ رغم ألمها لقدميها، تقوم الليل بسورة البقرة. تستيقظ أمي الجوج أو الثالثة تقوم الليل بسورة البقرة، وتستغفر كثير كثير كثير. وأمي يعني تخرج صدقة كثيرا بنية يعني الله يشافيها ويقوي يعني صحتها لكي تقوم الليل وتصلي. ماذا تفعل؟ تأتي بماء مرقي بسورة البقرة أو زيت مرقي بسورة البقرة، يعني تكون لديها نية الشفاء. وأنا أترقب أمي هكذا عن بعد، أقول لها أمي عليك أن تأخذي دواء الذي أخرج لك الطبيب. وماذا قالت لي؟ أنا لا أريد هذا الدواء، لا أريد أن أشربه. ماذا فعلت؟ رمت بذاك الدواء. قالت لي أنا ثقتي في الله أنا سوف أقوم بقدمي وسوف أمشي بقدمي. أنا كنت يعني خائفة قليلا، أنا ليس لدي يقين مع الله، حاشا لله. إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون في كل شيء. ماذا فعلت أمي؟ رمت ذاك الدواء وأنا أنظر. قلت سبحان الله، ندعها لكي تعمل ماذا تريد. سبحان الله، رقت الزيت والماء في بخاخ رشاش، تقرأ سورة البقرة، تقوم بها الليل، وقدمها يؤلمها إنها تبكي من كثرة الوجع. سبحان الله العظيم. تقوم الليل شهر الأول، شهر الثاني، والشهر الثالث والرابع بسورة البقرة. إنها سورة البقرة إنها تعمل المعجزات بتاج الذكر والحوقلة، تكثر منهم كثيرا. سبحان الله. يعني فات الشهر الأول والثاني والثالث والشهر الرابع، الشهر الخامس قالت لي يا سمية انظري قدمي إنني أحس يعني أشعر كأنه يعني أصبح جيد. قلت لها يا أمي هيا لكي نذهب لمكان بعيد بقدميك لكي نرى. سبحان الله بعزته وجلالته وكرامته وسلطانه وشأنه، والله أمي تذهب بقدميها لمكان بعيد. تعجبت لو تنظر إلى أمي تقول إنها تكذب، تقول مع نفسك إنها لم تؤذي من قدميها أو رجليها، تمشي يعني وتقول والله إنني لم أشعر بشيء. قالت لي يا بنيتي إنني لم أشعر بأي ألم، لو أنني لم يألمني قدمي. سبحان الله العظيم. تمشي وتلبس يعني أي أحذية. كان الطبيب قال لها من قبل خصص لها حذاء ميديكال، قال إذا لم تلبسي الحذاء الميديكال سوف تؤذين من رجليك كثيرا. هي يعني رمت بالدواء ولم يعني قالت لي أنا لم أمشي على كلام الدكتور، أنا سوف أفعل ماذا أريد أنا. وسبحان الله العظيم تقوم الليل تقوم الليل كأنها لم يؤلمها رجليها من قبل، وتذهب إلى السوق وتذهب إلى مكان بعيد. أقول لها أمي يعني خذي تاكسي، تقولين أنا لم أركب في تاكسي، أنا سوف أذهب بقدمي. حتى النوم تنام مثل الصبي، قسما بالله قبل كانت لا تنام. وكنا يعني أنا أتألم في نفسي لأنها أمي غالية وأحبها كثير، ولدي يعني أمي كصديقتي وكأمي وكل شيء في أمي، وأنا أتألم من عن بعد. تنام الحمد لله وتقوم الليل وتمشي على قدميها. قالت لها أختها يا أختي يعني هل أنت تشعرين الآن أحسن؟ قالت لها كأنني لم أشعر بالتعب من قبل. سبحان الله
سبحان الله العظيم. دكتور قال لها انك طول حياتك تلبسين هذا يعني الحذاء، وخرج لها في قدميها يعني جلدة هكذا، لكي عندما تلبس الحذاء ميديكال تضع تلك الجلدة. قال لها عليك أن تنامي بها وتجلسين بها. وأمي لم تعمل شيئا من كلام الدكتور، كانت ثقة في الله. قالت لي الله خلقني، أنا إنسان ضعيف وابتلاني وأنا قوية وسوف أمشي على رجلي. سبحان الله سبحان الله. أوصيكم وأن أوصي نفسي. القرآن ثم القرآن ثم القرآن، واليقين والاستغفار والصدقة، واقضوا حواجئكم للناس، وأقضوا حوائج الناس، عفوا أقضوا حوائج الناس، إنه كنز عظيم لا يشعر به الإنسان. هكذا كانت تعمل أمي، تخرج صدقة وصدقة طعام من الجمعة إلى الجمعة، يعني تعمل طعاما وتخرجه إلى المسجد لكي يأكلون منه المساكين، وتعطي الصدقة في الخفاء. اليتامى كثير، تصدق على اليتامى وتكرم يعني تعطي اليتيم الصدقة كثير، أو تشتري له يعني تعطيه ملابس. هكذا تعمل أمي. وسبحان الله من رجع لأمي قوتها وصحتها. سبحان الله العظيم. أنا هكذا عشت مع أمي القصة. أنا أبكي وأتألم عن بعد، وأنا لدي ثقة في ربي. رجع لي صحة أمي للأحسن، والحمد لله، هذا من فضل الله تعالى. كما يقول أخي محمد الحجازي: ابتعد على الغيبة والنميمة، ما هو تعطل الرزق ولا يستجيب الله لدعائنا، إنه بالغيبة والنميمة والحقد والنفاق. وهذه قصة أمي، ولدي كثير من القصص إن شاء الله سوف أشارك معكم قصص كثيرة بإذن الله. أعانكم الله. السلام عليكم. نعم، جميل، الحمد لله رب العالمين. يعني صراحة أنا أذكر قصة أمي مع السعال الجاف الذي لزمها 8 سنوات، وعندما قلت لها أن تستغفر كانت تردد أوراد كل اليوم، تردد أوراد. قلت لها بدي إياك تستغفري، فقط تستغفري الآن، بدي إياك فقط تستغفري، لا يعذب الله مستغفر. سبحان الله، لم يمضي كثير، يعني لا أدري، سبحان الله مش بتذكر بالضبط، لربما شهر أقل أكثر هكذا. وذهبنا للأطباء الذين عادتهم عدة مرات، سنين وهي تعودهم، لكن ما نفعوها تحليلات وما نفعوها. لكن عندما لزمت الاستغفار رجعت إلى أحد الأطباء وقال لها عليك أن تغيري دواء ضغط الدم، فهو الذي يسبب هذا. 8 سنوات كانت تروح عنده وترجع وتروح عنده كمان مرة وكمان مرة، وعند غيره ما عرف، لكن مع الاستغفار عرف. لكن النقطة المهمة هنا هي كمان كانت ما تنام. أنا الآن تذكرت عندما قالت ما كانت تنام بالليل، يعني كانت تأخذ دواء يعني منوم، ما كانت تنام بالليل. سبحان الله، حياتها مشقلبة، وتشكي من النوم مع الاستغفار. ما شاء الله تبارك الرحمن. الاستغفار رحمة الله. نستمر إن شاء الله مع القصص. هاي قصة كمان لأمي، نعم، نزلت عدة مرات. ما شاء الله تبارك الرحمن. نأخذ قصة أخرى، إبطال سحر. السلام عليكم خي سمير، كي داير؟ لاباس؟ لاباس بخير، الله يجازيك بخير على المتابعة، الله يجازيك بخير على الاستماع والإنصات، الله يجازيك بخير على كل الفوائد وكل النصائح، الله يجازيك بخير على أن دللتني إلى الاستغفار والبقرة وما ساقني إليها إلا الله. الله اللي جابني عندكم باش عرفت هذا الخير، الله اللي ساقني إليك في ذلك اليوم أنا وزوجي، ولله الحمد والشكر. الله يجازيك بخير. توسي محمد حجازي، رحمكم الله في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله عنا كل خير. وقتكم ثمين، ووقتكم حتى أنتم يعني اثبتوا فإنكم على الحق، اثبتوا فإنكم على الحق، اثبتوا فإنكم على الحق. والله إنه الحق، والله إنه الحق، والله إنه الحق.
اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا. نسألك الثبات وحسن العاقبة يا الله يا الله يا الله. ما أفرحنا بالاستغفار وبسورة البقرة، ما أفرحنا بالله، ما أفرحنا بمن يدلونا على الخير. جزاكم الله ألف خير، جزاكم الله ألف خير في الدنيا والآخرة. ستقطفون أنتم ونحن ثمار هذه البركات من الاستغفار بسورة البقرة والأذكار التحصينية وكل شيء دلتمونا عليه فهو في السنة ولله الحمد. مجد التحجر من عندكم، مجد التحجر من عندكم ولله الحمد، كله من السنة. فذكرتمونا أيقظتمونا فلكم الشكر ولكم الجزاء. الله هو المجازي، الله يجازيكم بجنة الدنيا وجنة الآخرة. نعم، هذه قصة سيدة مغربية كان عندها سحر كبير فلازمت الاستغفار سورة البقرة والتحصين، والآن تتعافى، وهذه كلمتها المسجلة التي قالتها الآن. نستمر إن شاء الله. نعم، نأخذ قصة الأخ عدنان، وهو عاش معنا الاستغفار، وهو صاحب قناة، وقناته مسجلة عندنا، قناته مسجلة عندنا في قائمة القنوات التي هي معنا. بلغوا عنا ولو آية. الأخ عدنان يروي قصته مع تاج الذكر مع الاستغفار، وجد شيء يعيشه، بدأنا نعيش الآيات ونقطف ثمار وندل الناس على ماذا وجدنا. نعم، الإكثار والعيش هذا هو الجميل. نسمع ماذا وجد. يعني أشاهده لا يتعظم وبارك وشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام. اليوم سوف أقص عليكم قصتي مع الاستغفار بإذن الله تعالى بفضل من الله وكرمه، وأقول لكم عن سر فعلا عجيب وغريب أيها الإخوة. سابقا كنت أستطيع الحمد لله بفضل من الله وكرمه أن أستغفر 30,000 مرة أو 35,000 أو أكثر، يعني ما هو محدد العدد، ما هو مثل ما بقول الأستاذ محمد حجازي أبو أحمد. نعم أيها الأخوة، ولكن اليوم تعودت منذ أسبوعين أو أكثر أن أقول تاج الذكر 3,000 مرة أو 3,500 مرة خلال تقريبا ساعة، يعني ساعة إلا ربع مثلا. ولكن اليوم ولكن كنت لو قلت تاج الذكر كنت أرى أنني أنعس أثناء النهار، أنعس وفي تعب في جسمي، وأريد أن أنام لو نصف ساعة أو يعني هكذا أو ربع ساعة حتى أرجع أصحى يعني خلال النهار. ولكن اليوم قلت بنفسي وأنا أقول تاج الذكر أيها الأخوة، وصلت بفضل من الله وكرمه ل 3,500 مرة. قلت سأكمل إلى 5,000، بدي أشوف إيش بده يصير معي. سبحان الله أيها الأخوة. إلى الآن وأنا أتكلم معكم بعد تاج الذكر 5,000 مرة أيها الأخوة، كله طبعا بفضل الله أيها الأخوة. وصلت بعد تاج الذكر 5,000 إلى 30,000 أو أكثر استغفار بإذن الله، ولم أحس بتعب ولا بضيق ولا بأي شيء أيها الأخوة، وكأنني تغيرت نهائيا، يعني كأني جسمي أصبح جسم تاني، مثل ما يقولوا أخوتنا المصاروي زي الحصان بإذن الله. الحمد لله على كل حال، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآن منذ تقريبا نصف ساعة أو ساعة وأنا جالس أصلي على النبي بفضل من الله وكرمه، وأريد أن أيضا أصل إلى 5,000، وكأني الآن بدأت بالأذكار أيها الإخوة. إلى الآن يمكن مبين من صوتي أنه لا في تعب، جسمي الحمد لله على كل حال يعني على حاله. يعني سبحان الله، شيء يعني غريب جدا. أنا ما كنت أعرف هذا السر منذ قال لي الأخ الليبي تقريبا منذ أسبوعين، بارك الله فيه، الأخ محمد من ليبيا. وكان الأستاذ محمد حجازي أيضا يقول قولوا تاج الذكر 200 أو 300 مرة. أنا أيها الأخوة لا أشبع من تاج الذكر حتى أكمل 3,000 أو 5,000، ولكن أنصحكم بوجه الله تعالى، يعني 5,000 ساعة ونص انكترت، أنصحكم بتاج الذكر
صباحا خصوصي في الصباح، ولو قلت في المساء مثلا 200-300 مرة عادي، ولكن في الصباح أيها الأخوة أنصحكم ب5000 مرة خلال ساعة أو ساعة ونصف سوف تنهونها بإذن الله. والآن ما أريد من أذكار، يعني بشوف حالي أنه بلحق، يعني بقول حتى وقت بدي أنام أيها الأخوة بشوف كمان معي بركة في الوقت زيادة، وأستطيع أن أقول من الأذكار كثيرا. وبفضل الله وكرمه أيضا أستيقظ قبل ساعة أو نص ساعة من صلاة الفجر أيضا بفضل من الله وكرمه، وأصلي الفجر نعم بفضل كله من الله وكرمه الجماعة وأنا صاحي، وأقرأ سورة البقرة أيضا بعد صلاة الفجر الحمد لله أيها الأخوة. وجسمي يعني أشاهده لا يتعب أبدا، يعني وفي قوة. من يريد القوة في الجسم أيها الأخوة، من يريد أن يقرأ سورة البقرة ويستغفر 30,000 ويصلي على النبي ويحوقل ويبقى معه البركة في الوقت بإذن الله تعالى. عليكم بتاج الذكر أقل شيء يعني 5000 وهو طول ساعة أو ساعة ونصف بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ عدنان يعني أنصحكم بمتابعته، لأنه عاش الاستغفار وعاش سورة البقرة أكثر من سنة، يقرأ 30,000 استغفار و4 مرات سورة البقرة، وهو يعني الآن يتوجه إلى تاج الذكر. فهو رابط القناة عنده بصندوق الوصف أحد القنوات، هو صاحب هذه القناة، هو جديد في القناة، يبلغ آيات. نعم هكذا كلنا يجب أن نخرج نبلغ آيات. كل واحد يريد أن يبلغ آيات عن أخوكم محمد حجازي، يعني مما عشنا نحن. وعنده قناة قديمة تنوع وتغير، عليه أن يمحى المحتوى القديم ويبدأ معنا من جديد في قصص المستغفرين. أم لا يخلط لنا علوم ما أنزل الله بها من سلطان، أو لا نقبل أن تنشر فيها قناتنا، لأنه كلامنا لا يشبه كلام الآخرين، والفضل كله لله. كلامنا عيش واقطف واخرج للناس، وهكذا إن شاء الله نطبق الأحاديث ولا نبقى فقط ننظر. ننهي بكلام لأخت مصرية عن الذكر، عن ذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. توقفت عند الآية الكريمة من سورة الأحزاب وأخذت أقرأ فيها مرارا وتكرارا، وأحببت أن أكون من المغفور لهم، أن يغفر الله لي ما مضى مني. أسأل أن يغفر لي ما مضى مني وكل من قال آمين، والمسلمين أجمعين يا رب اللهم آمين. فقلت ما شاء الله اللهم بارك، أعمال جميلة في الآية، أعمال جميلة وكتيرة، بس كلها محتاجة مجهود ومحتاجة سبحان الله يعني الصابرين الخاشعين القانتين المؤمنين. سبحان الله أيسر حاجة الذكر من وجهة نظري. أنا بصيت إن من وجهة نظري إني ألحق ولو حاجة يسيرة وهي الذكر، فقلت أنا عايزة أكون يا رب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقلت هتوكل على الله وإن شاء الله أبدأ الذكر. كنت فاكراه عشان هو آخر حاجة في الآية الكريمة، فهو أبسط حاجة في الثواب يعني، لكن سبحان الله طلع ثواب الذكر عظيم عظيم عظيم. وربنا سبحانه وتعالى لما بيفتح العبد كده في انه يذكره، طبعا الذكر ده يعني ما من عبادة وفق العبد ليها إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا كريم، اللهم آمين. فاللهم صل على سيدنا النبي. قلت خلاص أنا إن شاء الله بإذن الله هكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بس أبدأ بإيه؟ فالسؤال ده كان في قلبي وعقلي، ما نطقتش بيه ولا قلت لحد ولا شرت على حد ولا كده. لكن سبحان الله لقيت زميلتي في العمل تاني يوم بتقول لي تعالي أنا حلمت بيكي. قلت لها خير؟ قالت لي حلمت بيكي واقفة في جنينة، حديقة يعني حديقة مليانة أشجار، ودي أشجار فواكه وما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك. الأشجار فيها ثمار جميلة، كل شجرة مختلفة عن التانية ومليانة ثمار،
واقفة ببص على الأشجار دي حائرة، ببص على الشجرة دي وببص على الشجرة دي وببص على الشجرة دي، لكن ما مديتش ايدي لسه واخدت اي حاجة. فسبحان الله بكيت اولا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني الامل فقيرة اليه اللي كلها ذنوب ومعاصي، انه ارسل الي الرد، وانه سبحانه وتعالى لم يشغله ملكه وملكوته عن النملة. أنا في ملكوته كالنملة الحمد لله. فأرسل إلي الرد مع زميلتي، وكأنه سبحانه وتعالى بيقول لي كل الذكر خير، بس ما عليك إلا إنك تبدأي. اقطفي مد يدك واقطفي من الثمار. فأسأل الله أن يتقبلني في عباده الصالحين، وأن يرزقني درجة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم آمين. اللهم امين امين. قال رسول الله: الا ادلكم لصحابتي الا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند مليككم وخير لكم من انفاق الذهب والفضة وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. نعم، ذكر الله هو خير الأعمال إلى الله وأحبها. نعم، فكن ذاكرا لله. إن ذكرت الله في نفسك ذكرك في نفسه، وإن ذكرته في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منه، والذاكرين الله كثيرا والله يحب المحسنين. اذكروا الله يذكركم، اذكروا الله. فالذكر هو يعني لأجل هذا خلقنا الله. نعم، لنذكره كثيرا ونسبحه كثيرا. فاذكروا الله واكثروا وتفننوا في طاعة الله. نعم، صحابة رسول الله عندما عرفوا الله تفننوا في طاعة الله، فبدأوا يعيشوا كل شيء ويعرفوا ما معنى كل حديث. فتفننوا إخوتي الكرام في طاعة الله، في الحوقلة، في الاستغفار، لكن عيشوا. اعطوا الآية حقها، اعطوا الآية حقها، يعني الاستغفار حقه حتى تقطف ثماره حتى تخرج تتكلم 1000 سنة عن الاستغفار. واعطوا سورة البقرة حقها حتى تخرج تتكلم 10,000 سنة عن سورة البقرة ولا تنتهوا. واعطوا تاج الذكر حقه حتى تخرجوا وتبقوا كل العمر وانتم تتكلموا عنه مما وجدتم، مما فتح الله عليكم. مش فقط هكذا افعل كذا حرز من الشيطان وانتهى الموضوع، او الحوقلية يعني كنز من كنوز الجنة. شو يعني كنوز الجنة؟ فهمني اكثر، شو فيها؟ شو بتعطيني؟ شو النتيجة؟ هذا هو. عيشوا، اقطفوا، لكن اولا نبدأ بالاستغفار. وحدي افضل، وحدي افضل، عشان تعرف الله من خلال هذه الوحدة. وإلا إحنا كنا عايشين بالأوراد المتعددة ولا نهتدي سبيلا. فابدأ واحد الاستغفار، بعدين تنتقل لسورة البقرة، بعدين تنتقل من واحد لواحد. ما تصعد إلى الشجرة هذه وثم تقول لا بهذيك الشجرة ثمار أفضل، لا بهذيك، لا بهذيك، لا بهذيك، وأنت بالآخر لا تقطف ولا شيء. اقطف ثمار، كل عبادي، كل ذكر حتى تخرج للناس وتبلغ آيات وتعرف إن كلام رسول الله حق. لماذا ضاع الناس وأصبحوا قرآنيون؟ لأنه ما في حدا عاش أحاديث رسول الله، ففي كثير ناس رمتها، جربوا يعيشوا استغفار ما قطفوا شيء، ما في خرط الطريق. لكن الذين طبقوا وجدوا كل حرف إنه حق، كل حرف نطق فيه رسول الله عن الاستغفار وعن كل هذه الأحاديث التي نتكلم عنها إنها حق. ويبقى التنظير تنظير والعمل عمل. واسأل الله: قل اعملوا فسيرى الله عملكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انشروا هذا الكلام اخوتي الكرام، اشتركوا. الذين يتابعون هذه القناة بدون ان يشتركوا اشتركوا. لماذا لا تشتركوا؟ هذا الكلام عشان تنهض الأمة. بدنا أعمال تطبيقية، طبقنا ووجدنا وعرفنا الله من خلال هذه الآيات. ننتقل من علم اليقين، علم أن الله ما قاله حق، إلى عين نراه بعيننا. نعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.